السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم شيماء. باشتغل أونلاين. لو حابين أي سؤال يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. النهارده كان معايا order، فأنا حبيت إن أنا أعمله معاكم، بس أنا ما حبيتش إن أنا أدمج لكم التورتيتين مع بعض. نزلت لكم التورتاية دي الأول، وإن شاء الله الفيديو الجاي هنزل لكم التورتاية التانية. لايك وشير لو عجبك الفيديو، لو ما اشتركتيش في القناة يا ريت تشرفيني بإذن الله، كده هتلاقي كل اللي انت عايزاه. اول حاجه انا كنت عامله هنا الاسبونج، عامله اسبونج ابيض وعامله اسبونج بني. البني هتلاقوه مشبح كده بالابيض، لاني انا حطيت كاكاو على الخليط الابيض وطلع معايا بالشكل ده. قطعت هنا الديسكين او التورتيتين، قطعتهم هنا لنصين قدام بعضيهم. خدت هنا نص ابيض ونص فانيليا. وقمت حاطه هنا على البورد كام مقاس 26. المفروض ان انا مقاس 26 ان انا اعمل البورد يبقى 28 عندي او 30. كل ما البورد يبقى معاكي اكبر كل ما يبقى مديكي مساحة. دي معلومة يعني انا وقعت فيها في الغلطة ديت، فانا مش حباكي تقعي فيها. حشيت بالكريمة بعد ما سقيت سيرب خفيف خالص عبارة عن مية وسكر، وحطيت كريسبي وحطيت بندق، هو كان الحشو سبيشيال شوية. حطيت هنا معلقة من الجناش على الجزء اللي هو كان ابيض، الجزء سوري اللي هو البني، لاني انا ما عملتش الكريمة باللون البني، انا عملتها مرة واحدة كده، فحبيت ان انا احط الجناش، هيديها طعم وهيديها غناوة احلى بكتير ان انا احط لها الكاكاو عليها. جلستها بقى من بره كده بالشكل دوت. طبعا سقيت الديسك الاخراني دوت، بتسقيه كويس جدا، لان طبعا ده بيبقى القاعده بتاعه التورتايه او الاسبونج، فبتبقى ناشفه شويه. فهنا بقى ايه زقيتها كويس، وبعدين هنا بقفل بالكريمه بالسكرابر اللي هو العادي الناعم خالص، ما فيهوش اي حاجه. وبعدين هنا معايا السكرابر اللي هو المشرشر. لو حابة أي سؤال بخصوص الشغل وازاي تبدأي وازاي تنظمي ما بين بيتك وما بين حياتك والشغل والأوردرات، اكتبي لي في الكومنتات، وأنا إن شاء الله هعمل لكم فيديو مفصل عن كل الحاجات دي. هنا بقى عملت كده بالسكرابر اللي هي الحتة اللي كانت عريضة. عملت ده ايه تمويج رايح جاي. ده الجناش اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف بتاع الفيديو لو حابة ترجعي له. اللي انا بشيله بقى في التلاجة في البرطمان. وبطلعه بحطه في مية دافية او بدفيه على حمام مائي، وبيبقى معايا انسيابي بالشكل دوت، وبيلمع ومفهوش اي حاجة، بيبقى حلو جدا. وطبعا طالما حضرتك شغالة فلازم يبقى عندنا الجناش يبقى جاهز عندنا كده. الشوكولاتات اللي هي بتبقى في المولد جاهزة، علشان اوردر مستعجل ما ينفعش ان احنا نقول للزباين لا لا، للزباين لا. طبعا احنا بنبقى يعني غير المحل ان احنا عارضين الحاجة، فالمفروض ان احنا عشان خاطر الزباين او ان انت يبقى ليكي زبون، ان يا ريت يتصلوا بيكي يلاقوا الاوردر جاهز، يعني ساعتين بالتلاتة تقولوا لهم انا خلصت يبقوا مستغربين. طبعا كل ما تعملي كده وكل ما تبقي تحت الطلب كل ما هتلاقي ليكي زباين اكتر، وكل ما تلاقي الشغل بقى في ايديكي اكتر. انا دلوقتي قطعت التفاح شرايح بالشكل دوت، عملت تفاحية خضرا وتفاحية لونها احمر، ولمحت بجيل تلميع. ده جيل تلميع على البارد ده بتاع المتحدة. وعملت الكيوي بنفس الشكل، اول ما بتحطي التفاح بتلمعي على طول، علشان هو طبعا بيسود لان نسبة الحديد فيه عالية جدا. قطعت هنا الكواية سبعات في تمانيات وحطيتها بالشكل دوت، وعملت هنا الفراولة بالنص من النص كده، قطعتها بالسكينة. قطعتها بالسكينة كده بالعنقودة بتاعتها وحطيتها. وطبعا هنا عملت اللي هو الصاروخ بالتفاحة. لو حابة تتعلمي التقطيع اعمل لكم فيديو مفصل للتقطيع لوحده. بلمع على طول. التلميع بيدي شكل حلو قوي. جبت هنا بقى معلقة كده بظهرها وعملت تجزيعات داير ما يدور حوالين التورتاية. وجبت هنا الشوكولاتة اللي هي بتتحط في المولد بالمعالق.